قراراتك النهارده هي اللي بتحدد ثروتك كمان 5 سنين. الناس اللي خدت قرارات ان هي تستثمر من 5 سنين هم الناس الاثرياء النهارده. وبتكلم على الاستثمار، بتكلم بشكل عام. اي حاجه في الاستثمار، سواء كان بيزنس بيعملوه، سواء كان بيتكوين او ديجيتال كارنسيز او اي نوع من انواع الاستثمار، وحتى العقارات. واحنا العقارات تحديدا هي اقل مخاطره بالنسبه لكل الاستثمارات. امن استثمار هو الاستثمار العقاري. علشان كده احنا مؤمنين جدا جدا باللي احنا بنعمله، وعلشان كده احنا بنتكلم بنقول يا جماعه استثمروا في العقار بقلب جامد. وعلشان كده احنا دايما مؤمنين ان احنا نوصل للعملاء بتوعنا اعلى قيمه مقابل الفلوس اللي بيدفعوها. وده اللي بيخلينا دايما الحمد لله جدا متميزين في السوق، وبنحاول نوفر لعملائنا القيمه قبل الفلوس، لان القيمه هي اهم من الفلوس. وافتكر دايما وركز ان القيمه اهم من الفلوس. وافتكر كمان ان انت قراراتك النهارده هي اللي بتقول او بتحدد انت ثروتك هتبقى كام بعد 5 سنين. يلا، مساكم جميل.